عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. عاملة النهاردة كفتة الرز أو كفتة داوود باشا، جميلة جدا جدا، صوابع وكور. وزوقنا الطبق بتاعنا بطريقتنا اللي احنا عايزينها. طب عملنا الطريقة ديت ازاي ولا الكفتة دي ازاي؟ يلا بينا ندخل المطبخ مع فاطمة الجندي. كفتة الرز ديت كانت عندي في التلاجة، فطبعا انا طلعتها، كانت مفرومة عندي في التلاجة، لحمة ورز وشبت وبصل وتوم. تمام. هي زي ما انتم شايفين كده، انا طلعتها من التلاجة فكت وبقت حلوة. هي البهارات بتاعتها كمون وملح وبصل بودرة وثوم بودرة وفلفل اسمر وبهارات لحمة. تمام. هنحطها كلها مع بعضها ونفضل نعجن فيها بقى لحد ايه ما نخليها ايه عاملة زي الملبن كده في ايدينا. ماشي. هخلصها عاد. هي جميلة جدا جدا كفتة الرز دي، ممكن تقليها وتاكلوها بالسندوتشات كده، بتبقى حلوة. وفي بقى احنا بنعملها في الصلصة، فانا هعملها في الصلصة وهنشوفها مع بعضنا ان شاء الله. شوفوا بقت ملبن خالص في بعضها، وشربت البهارات اللي انا حطيتها عليها، وريحة البهارات طالعة جميلة اوي 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 بجد. معايا هنا طبق فيه زيت عشان هبل ايدي. تمام. خليه جنبي هنا كده. ومعانا الطبق اللي احنا نحط عليه. تمام. ببل ايدي من الزيت بالمنظر ده كده، ده كده. واقوم واخده. في بقى اللي بيحب يكبرها، يكبر الصابع او يصغر الصابع، دي حسب رغبتك انت بقى. لا ده كده كبير، لان انا بحب الصوابع تكون صغيره بالشكل ده كده. مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. ايوه كده تمام الشكل ده كده. هخلص الكميه كلها. نعمل واحد كمان اهو. ببلي صابع ايدي زيت. ممكن تبليها ميه، بس أنا يعني بفضل الزيت بصراحه يعني. تمام بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده اهو. هنخلص الكميه كلها بتاعتنا. ماشي. هنخلص الكميه وهنرجع مع بعض واحنا رايحين نقل ان شاء الله. طبعا كده خلصنا الكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. خلصتها بالشكل ده كده. طبعا احمد قال لي يا ماما انا عايز اعملها لي كور، عملت له كور بالشكل ده كده، تبقى كده اهي. الصور بتاعتنا اهي. يلا نروح على العليه بالشكل ده كده. جميله جدا وريحتها تحفه قوي قوي. طبعا هنا انا معايا الزيت وحطاه ومولعه عليه، بس مهديه النار شويه. ماشي. هنشوف مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لسه هنستنى شويه ما يقدح شويه زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى نرص بقى الكفته بتاعتنا. بتبقى جميله قوي قوي وهي سخنه كده، وبتعملها في السندوتشات بجد بتبقى تحفه. دي طبعا الكور الصغيره اهي زي ما انتم شايفين، الجمال ده، اللون الاحمر الجميل الحلو ده زي ما انتم شايفين كده بالشكل كده. نفس الطاسه او نفس القلايه او نفس الصينيه اللي انت قليتي فيها الكفته، عملت فيها الصلصه بتاعتها وحطيتها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. منظرها مش هقول لكم عامل ازاي، الريحه تحفه بجد والله، الريحه تحفه. نبدا نغرف بقى. بالشكل ده كده الطبق بتاعنا
الكفتة. ننضف الطبق بتاعنا بس كده. كده نضفنا الطبق على قد ما قدرنا بقى. ماشي. وكان ده طبق اليوم بتاعنا، طبق كفتة الرز بالصلصة، او بيقولوا عليها كفتة داوود باشا، زي ما بتقولوا قولوا. ممكن تزوقيه بما انت حابه، بس انا شايفاه هو مش محتاج تزويق لان هو لوحده كده متزوق لوحده كده. بجد جميل قوي قوي قوي. ايه رايكم؟ ده طبق الكفته بتاعنا النهارده. اتفضلوا معانا.